محدش يقدر يمس مية مصر. احنا اتكلمنا مع اشقائنا في السودان وفي اثيوبيا من الاول خالص على 3 عناصر، منهم عنصر عدم المساس بالمية، وكنا بنقول ان احنا متفاهمين التنمية وده امر مهم، لكن قدام من التنمية دي في قدام منها مية تساوي بالنسبة لنا مش تنمية بقى، ده حياة او موت لشعب، ودي مية ربنا اللي خلقها محدش تاني عملها بقالها آلاف السنين. فأنا بس عايز أطمنكم، لكن إحنا كمان إذا كنتوا أنتوا بتتكلموا على إن ممكن المساس بالمية يبقى خطر، طب ما اللي زرع زراعة أرز أزيد من المطلوب ده تجاوز في حق مية مصر وصالح شعب مصر. يا ترى أنت فاكر لما هتقول الكلمتين دول للمصريين هيبقوا سعداء؟ الناس النهارده بتفهم، الشعب المصري بقى واعي قوي وعارف كويس قوي ايه المضر والمفيد. فارجو ان احنا يعني طبعا انا كنت اتمنى ان انا البي لك المطلب ده، لكن انا ما اقدرش البي لك مطلب انا لا امتلكه. الميه دي مش بتاعتي، دي بتاعتكم انتوا، والتجاوز ده مش في حقي انا، ده في حقكم انتوا، وبالتالي انا ما اقدرش امتلك ده. معايا رئيس البرلمان ومعايا رئيس الحكومه، هم يشوفوا يعملوا ايه. انا بقول لهم بجد، انا بتكلم بجد والله. معايا رئيس البرلمان وده عباره عن صوت الشعب في مصر، ومعايا رئيس الحكومه المسؤول عن هل الكلام ده يعني يا جماعه، يا جماعه يا اللي بتسمعوني، يا مصريين في كل بيت وفي كل غيط، من فضلكم اعرفوا كويس قوي ان القواعد اتعملت عشانكم انتوا مش عشاني انا. ارجع بقى تاني للسمك، كده خلصت، كده خلصت، خلصت. نرجع بقى تاني للسمك. لما برضو اخونا واخواتي